السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم معكم شباكية. قبل ما نصيبوا الشباكية غادي نحضروا العسل اللي غادي نطفيوه فيها. لهذا العسل غنحتاجوا 2 كيلو تاع سنيده او السكر حبيبات، اولا 2 كيلو تاع سكر القال اولا الطوب. انا ما توفرش عندي سكر القلب ولا الطوب، استعمل فقط سنيده. هو من الاحسن سكر القلب كيكون احسن. عندنا 2 عواد ديال القرفه، نصف حامضه مزالة القشر، وعندنا 700 غرام ديال ماء مغلي. نبداو على بركه الله. غادي نوضعوا سكر سنيده في الطنجره، من بعد غادي نوضعوا دوائر ديال الحامض، نزولوا لهم العظم. من بعد غنوضعوا عواد القرفه ونضيفوا 700 غرام ديال الماء مغلي. غادي نوضعوا على نار متوسطه لمده ساعه، ومن بعد غنختبروا نشوفوا واش وجدنا العسل. باش غادي نحضروا الشباكيه غادي نحتاجوا 160 غرام ديال الماء، تقريبا كاس عنبه عامر تاع الماء، 160 غرام تاع ماء الزهر، تقريبا كاس عنبه عامر، قليل زعفران الحر، ضامه ديال الزعفران، ملعقه كبيره ونصف ديال القرفه، نصف ملعقه كبيره ديال النافع، تقريبا كاس الا ربع ديال زيت الزيتون، ربع كاس ديال الخل، ملح، نصف ملعقه صغيره ديال مسكه حره مدقوقه مع سكر سنيده، نصف ملعقه صغيره ديال خميره كيماويه ما يعادل 3 غرام، 150 غرام ديال الجنجلان اللي غادي نحمروه من بعد ونطحنوه، و75 غرام ديال الزبده مذابه. بالنسبه للعسل من بعد ما مرت ساعه و10 دقائق وجد لينا العسل. الانصاف ديال الحامض ولاو معسلين. غادي نضيفوا ليه كاس ديال العنبه ديال الماء مخلط مع ماء الزهر، نصف كاس عنبه ماء ونصف كاس عنبه ماء زهر. غادي نديروا الجنجلان يتسهد شويه فوق على النار، ومن بعد غادي نطحنوه ونضيفوا عليه المقادير الاخرى. غادي نطحنوه مزيان حتى يتنيل ولا يتكون فيه شويه الزيت، ومن بعد عاد باش نزيدو مازال نطحنو حتى يتنيل اكثر. من بعد غادي نزيدو ليه شويه ديال زيت الزيتون باش يطحن معاه.
ودابا من بعد ما طحنا الجنجلان ولا هكا غادي ناخذ بول تاع العجانه وغادي نوضعوا فيها خليط تاع الزنجلان مع زيت الزيتون بعد غادي نضيفو زبده مذابه لان جمدات شويه. الزبده ما صفيناهاش من الماء ديالها، درناها بالماء ديالها. هي كنستعملوا زبده حيوانيه اولا زبده ديال العلبه ماشي مشكل. بعد غنضيفو ما تبقى من زيت الزيتون غنضيفو كاس تاع ماء الزهر وغادي نضيفو كاس تاع الماء اللي ضفنا ليه الزعفران شعره. ونضيفو ليه كذلك الضامه ديال البنه، ضامه الزعفران عفوا، باش تعطينا اللون. غنضيفو المسكه الحره اللي دقيناها مع شويه ديال سنيده. غنضيفو الخل نضيفو الملح كافي. بعد غنضيفو قرفه مغربله والنافع. نخلطو هادشي ومن بعد غادي نضيفو الدقيق ومن بعد غادي نديرو هاد الخليط كله يتعجن في العجانه اولا اللي بغا يعجنو في القصريه باليد. وهنا نسيت ما ضفتش اخر حاجه اللي هي خميره الحلويات، تقريبا 3 غرام اولا 3 غرام ونص، ما كتروش بزاف. ونديروها تعجن. من بعد ما تعجنت لينا العجين غادي نحيدوها من البول. بعد غادي نجمعوها، غادي نخليوها ترتاح في كيس بلاستيكي، نخليوها في الثلاجه تقريبا واحد يعني كيس بلاستيكي غذائي، ونديروها في الثلاجه واحد تقريبا ساعه. من بعد عاد باش نجبدوها غادي نفرقوها وعاد باش غادي نطويوها ومن بعد نشكلو فيها الشباكيه. من بعد ما ارتاحت العجينه كورناها ل8 ديال الكرات، ومن بعد غنبداو نخدمو كل وحده بوحده. غنطويو كل وحده على 3 نديرهم في الميكا باش ما
الكرموش. نبداو باول وحده. غنسرحوها على الطول وشويه على العرض، من بعد غنطويوها على 3. غنسرحو شويه باش نثبتوهم. من بعد غنستمروا حتى نكملوا كل الكرات. دابا من بعد ما طويناهم كاملين غادي غنبداو بوحده بوحده، وغادي نغطيو الاخرين ببلاستيك غذائي. نسرحو على الطول هكا العرض. خاصنا ضروري نخليوها رقيقه. الا كانت عندنا الماكينه كندوزوها في الماكينه، والا كتبقى حتى المدلك حتى هو مزيان. نسرحوها رقيقه بهذا السمك. بعد نبداو نقطعو. غادي نحسبو 7 سنتيمتر. بعد نديرو 1 2 3 4 5 نقطعو. 1 2 3 4 5 نقطعو. كناخدو هكا، كنبقاو نخلفو، كنهزو وحده وكنحطو وحده وكنهزو وحده وكنحطو وحده، ومن بعد كنثبتو هادي من بعد كنقرصو من الجوانب. كنهز وحده كنحط وحده، كنهز وحده كنحط وحده، كنثبتو اطراف ومن بعد كندورو
كنهز وحده كنحط وحده كنهز وحده كنحط وحده، ومن بعد غنثبتو هاد الطرفين الاخرين، ومن بعد غنجبدو من هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. غنهز وحدة نحط وحدة نهز وحدة نحط وحدة، نثبت هاد الطرفين ومن بعد نخرجو هكا. نهز نعاودو نفس العملية كل مرة. من بعد ما بات لينا الشباكيه ليله كامله والعسل حتى هو كيبات ليله كامله، كتكون الشباكيه بحال هكا، يعني كتولي ناشفه. بالنسبه للعسل كيكون القوام ديالو بحال هكا شاد في راسو. غادي نسخنوه شويه، غادي نسخنوه غير شويه، غندفيوه ونقليوه من بعد الشباكيه باش ندفيوها في العسل، وغادي نتلاقاو من بعد ما تقلاو. غادي نحيدوهم ونطفيوهم الزيت في العسل عفوا. وغادي نستمروا حتى نكملوا الكميه ديال الشباكيه اللي عندنا ونتلاقاو في الاخر. وهكذا كتكون النتيجه النهائيه ديال الشباكيه ديالنا، وشكرا لكم.